ملي كتبداي تعاودي تقولي قالت لي الاستاذه، فانتي اصلا في الداخل ديالك كتولي تقولي عينها فيا، عينها في ولدي، وجات لك قالت لي وقالت لي ولدك مشاغب، ولدك ما كيخليش التلاميذ كيركزوا، ولدك ما كيسمعش الهضره، ولدك كيغوت في القسم. لا انا ولدي ما كيديرش هادشي للدار، ولدي ما عندوش مشكل في الدار، هادشي ما يمكنش. اولا اول حاجه غدوري لولدك، كتبداي تغوتي عليه قدام الاباء وقدام الوليدات وقدام المعلمين. وانا دائما كنصح انكم تنعسوا وليداتكم بكري، حيدوا عليهم ديك 12 الليل 11 الليل 10 الليل الولد باش تلقاه يعطي بزاف في المدرسه ويركز في المدرسه، خصو يشبع نعاس يعني باش ما تلقايش مشاكل الغد ليه انه ما مركزش وما حافظش وما فاهمش، والاستاذ واخا يضل يهضر نهار كامل هو كيتاوب. دونك نعسوا ولادكم بكري. السلام عليكم ماميات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا دوزتوا عواشر مباركه، واخا دازت عليها 4 ايام باقا ليا واحد 6 ايام، حيت حنا واحد 10 ايام كامله كنقولوا مبروك عواشر. عيد مبارك سعيد، ان شاء الله تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد، نبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اش اخباركم ماميات؟ اليوم فيديو جديد كيهضر على لقائكم في الخرجه ديال الوليدات من المدرسه. قبل ما نهضر على الموضوع خاصك تعرفي بان الوليدات ملي كيجيو يعاودوا لك المشكل او لا مشكل وقع في المدرسه ما تسيقيهمش 100%، لان كاين وليدات اللي ما كيعرفوش يوصلوا الميساج، كاين وليدات اللي كيفهموا الحركات ديال الاساتذه بعد ما كيكونوا حساسين كيفهموها بالغلط، وبالتالي انت كيجيو كيعاودوا لك كتنرفزي وكتعصبي وكتقولي علاش دار لولدي وعلاش هادي وعلاش هادي. فاي ملاحظه دارها من بعد هذا النقاش بينك وبين ولدك الاستاذ، انت كتاخديها بان الاستاذ عينه فك وعينه في ولدك وما حاملش ولدك وما حاملكش انتيا ولا ما حاملكش انتيا. دونك اهم حاجه واهم نصيحه غنقولها لك، ما تسيقيش في ولادك 100%، لانه بعض المرات كيغلطوا. فانت اول حاجه خاصك ديري تمشي تصحي الغلط ديالو ولا تعرفي فين كاين المشكل وتسولي المعلم والاستاذه اشنو كاين. فانت ما تقوليش اشنو قال لك ولدك بالضبط داكشي، قول لها غير اشنو الملاحظه ديالتك اليوم، اشنو دار ولا شنو عندك شي مشكل ولا واش ولدي عنده شي مشكل ولا هذا. هي غتهضر فاكيد غادي توصل لك الميساج كما هو. دونك هنا هضرنا على تلميذ او لولدك، هضرنا على ولدك ما تثقش فيه 100%. دونك دابا غنهضروا في الموضوع الرئيسي، وهو انك ملي كتمشي تخرجي ولدك من المدرسه وكتلقى لك الاستاذه كتقولي انت كتلقى لي الاستاذ، يعني عينها فيا، يعني راها كانت كتسناك، يعني راها موجدالك. بهذا المعنى ملي كتبداي تعاودي تقولي قالت لي الاستاذه، فانتي اصلا في الداخل ديالك كتولي تقولي عينها فيا، عينها في ولدي، وجات لك قالت لي ولدك مشاغب، ولدك ما كيخليش التلاميذ كيركزوا، ولدك ما كيسمعش الهضره، ولدك كيغوت في القسم. هادشي كامل نتيا خاصك في هذيك اللحظه ما تكونيش، ما نقولش ما تكونيش، خاصك تكوني ام واعيه، وخاصك تفهمي الامور بالعقلانيه وتحليها بعقلانيه. اوكي، ما تقوليش ليها لا انا ولدي ما كيديرش هادشي للدار، ولدي ما عندوش مشكل في الدار، هادشي ما يمكنش. اولا اول حاجه غدوري لولدك، كتبداي تغوتي عليه قدام الاباء وقدام الوليدات وقدام المعلمين، وغادي طيحي من ولدك وغادي ينقص من الكبرياء ديالو. ان في هاد اللحظه ملي كديري هادشي، الاستاذه اول حاجه اش كدير كتصنفك، كتحطك في واحد المرتبه انك انسانه غير واعيه، انك انسانه لا داعي للنقاش ديالها معاك، لانك اصلا انت ما غاديش تحلي المشكل، لانك انت اصلا ما هضرتيش بعقلانيه. فبالتالي ما كنهضرش على جميع المعلمين، مي كاين واحد النسبه اللي غادي تقدر تاخذ الامور بحساسيه مع التلميذ او مع ولدك وتولي عينها فعلا فيه، لان مو او باه ماشي واعيين باش يحلوا المشكل او يلقاو المشكل فين كاين ويحلوه.
دونك غادي يقدر ياخذ، تقدر الاستاذه تاخذ امور بحساسيه، تقدر تاخذ الامور مع ولدك وعينها فيه، وتقدر ما ديرهاش فيه كاريمون، يعني ولدك غيولي مهمل في القسم، وبالتالي ما غاديش يستافد في القسم. دونك النصيحه ديالي الاولى، الاستاذه ملي تجي تهضر معاك اول حاجه حيدي لي الحساسيه ديالتك، حيدي لي المشاكل ديالك، والاستاذه راه ما عندهاش علاقه بك كشخص اللي غتكون عينها فيك، فانتيا خاصك تكوني انسانه واعيه. فان فوا تبدا تقول لك انا ولدك كان مشرب، انك ولدك دار ولدك دار ولدك دار ولدك دار، اول حاجه غتقولي لها، اول حاجه شكرا لك لانك علمتيني. لان الملاحظه اللي كتكون في القسم انت ما كتشوفيش ولدك فيها، هي اللي كتلاحظ. اول حاجه شكرا لانك لاحظتي هادشي في ولدي، لان مادام عطاتك الملاحظه في ولدك الا راها دارت عينها عليه، يعني ماشي مهمل في القسم، يعني راده البال ليه. شكرا انك هاد الملاحظه اللي عطيتيني على ولدي. ثاني حاجه، واش في نظرك اللي دار هادشي اللي دار واش نابع من العياء ديالو؟ واش كتظني انه حيت نعس مال، يعني ما منعش مزيان دار هادشي؟ واشنو الحل اللي نقدروا نديروه، ماشي واشنو الحل اللي ديريه. يعني ما تلوحيش عليها المسؤوليه، لان المسؤوليه كتكون الطرفين، يعني التربيه كتكون في جوج، في الدار وفي المدرسه. دونك انت ملي كتقولي ليها اشنو غنديرو، يعني كتبغي تكافئي، هي خدمتها كتعرف اشنو كدير، وانت بالتالي كتعاونك حتى هي. يعني شنو في نظرك نقدروا نديرو؟ يعني انا مهتمه بولدي، واش ممكن تعطيني المواعيد اللي نقدر نتلاقاك فيهم تاتات، يعني احسن من وقفه هنايا مع الاباء والتلاميذ والداخل اكثر من الخارج. دونك من الاحسن اننا نحطو في الطابله ونعرفوا المشكل فين كاين ونحلوه. هنا كتهضري بانك مهتمه بولدك، وانك باغا تلقاي المشكل وتلقى ليه الحل ديالو، طبيعه الحال بالمساعده ديال الاستاذ، لانه ما غاديش يلوح عليك اللومه بوحدو، لانه هو كيعيش مع ولدك اولا هي كتعيش مع ولدك واحد الفتره ديال النهار، وانت كتعيشي الباقي. وبالتالي هو حتى هو عنده يد، وبالتالي كتقولي كتجمعوا بجوج، يعني لقاو حل بجوج. يعني هي تعطيك المشكل وانت تلقاي الحل ديالو، وبما انك انت كتقلبي على الحل فهي غادي ترد بالها لولدك، لان الام ديالو رد بالها لولدها. فكاين الامهات اللي ما كيردوش بال ولادهم، فالاساتذه حتى هما ما كيردوش بال التلاميذ بحال هذا. داكا، يعني كما قلت لك، يعني الولد ديالك يقدر يكون عنده شي مشكل، يقدر يكون عيان، يقدر يكون سهر بزاف. وانا دائما كنصح انكم تنعسوا وليداتكم بكري، حيدوا عليا من ديك 12 الليل 11 الليل 10 الليل الولد باش تلقايه يعطي بزاف في المدرسه ويركز في المدرسه، خصو يشبع نعاس، يعني باش ما تلقايش مشاكل الغد ليه انه ما مركزش وما حافظش وما فاهمش، والاستاذ واخا يضل يهضر نهار كامل هو كيتاوب. دونك نعسوا ولادكم بكري. دونك يقدر يكون ما نعش كما قلت لكم، يقدر يكون عنده الغيره، كيحاول يقلب على اثاره الانتباه ديال الاستاذه، بما ان الام ديالو ما مسوقاش ليه، فهو بقى ليه الاهتمام ديال الاستاذه، كيقلب على الحنانه. وبالتالي الوليدات هكا، يعني طريقتهم، يعني ما يعرفوش كيفاش يقلبوا على الحنانه، حتى كيديروا الشغب، كيديروا شي حاجه باش ردوا بالهم ليهم. دونك كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تردوا بال الوليدات وتردوا بال وانتوما تكونوا عقلانيين وواعيين باش تعرفوا تحلوا المشاكل ديال وليداتكم في المدرسه. ومن هنا كنقول لكم تهلاو فراسكم، الى فيديو قادم. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسينيش اختي في اللايك واشتراكي اختي في القناه اذا كنتي مازال ما اشتركتيش، وفعلي الجرس. وكنقول لك الى فيديو قادم ان شاء الله.